طريقه تورته جيلي سهله ولذيذه جدا. عملنا هنا كريم شانتيه. كنا عملنا الجيلي الاول، حطينا كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه ساقعه على الباكو بتاع الجيلي. تمام. هتعملي باكوين، هتحطي 2 و2، هتعملي 3، هتعملي 3 و3. تمام. هنا بقى عملنا معلقتين اللي هو كريم شانتيه دوت، حطينا عليه معلقه جيلي. تمام. وضربناه وحطيناه في الفريزر. دلوقتي انا هعمل الكيكه بتاعتي بتاعت تورته الجيلي. فهمتوا انا قلت ايه؟ هقعد لكم تاني. حاضر. كده هحط كمان شويه فانيليا سايله. حط نص كاسه سكر، مش عايزاه مسكر قوي علشان انا هعمل الجيلي، والجيلي مسكر والكريم شانتيه مسكر، واحطه كمان معاه موز. هحط نص كاسه زيت. كده هحط كاسه حليب واتضربهم كمان ضربه. ضربت المزيج اللي قلت لكم عليه، اللي هو 2 بيضه وكاسه سكر وكاسه حليب وكاسه ايه بقى؟ زيت. شفتوا ازاي بختبر معلوماتكم. وبعدين حطيت الفانيليا طبعا. بعد كده بحط معايا ذره الملح، بحط ذره ملح صغيره كده. تمام. بعد كده بقى ايه كده احط نقطتين لون طعام مصرح بيه احمر. تمام. كاسه ونص دقيق على المزيج اللي احنا عملناه ده. كده هحط معلقه كيكه الشيف. تمام. معلقه كبيره كده. بعد كده بقلب بقى. بصي المزيج بقى عامل ازاي، بينك بينك بقى. حطيت في الصينيه معلقه زيت ومعلقه دقيق، وحطيت الزيت الاول، بعدين حطيت رشيت عليه الدقيق، بعدين نزلت معايا المزيج بتاعي. هدخلها درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، بتقعد معايا 35 دقيقه، وبعد كده بطلعها واوريكي بعد كده هتعمل فيها ايه. حبيبه قلبي بعد ما استوت قعدت 35 دقيقه في الفرن. بطفي عليها الفرن وبسيبها حوالي 5 دقايق، ما بطلعهاش على طول، اسيبها تهدى كده معايا. بعد كده بفضل بقى ايه اخرم كده زي ما انت شايفه، عشان اشرب ايه الجيلي معايا في كل الكيكه بتاعتي. بعد كده بسقيها كده زي ما انت شايفه. اعمل زي ما انت شايفه كده. بنزل الموز بتاعي بقطعه كده حلقات وانزل بيه كده، بعمل ايه الرسمه بتاعتي. حبيبه قلبي بعد ما رصصت الموز كده زي ما انت شايفه، بعد كده بنزل بقى عليه كله كده. حبيبه قلبي قلبتها، جبت طبق كده وقلبتها من الصينيه. دلوقتي احنا عندنا الموز تحت، ودلوقتي الكيكه كلها شاربه الجيلي بتاعنا. بعد كده جبت الكيس الحلواني ده، وهعمل بقى ايه وردات كده حلوه. حبيبه قلبي بعد ما عملتها كده بالكريم شانتيه، حطيتها في الفريزر كده حوالي ساعه. بصي طلعت عملت ازاي. جربي الوصفه دي ومتنسيش الاعجاب والكومنت. بحبك جدا.